ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل البسطرمه السريعه بطريقه حلوه قوي، في 5 دقايق هنخلصها وهناكلها بعد ما نخلص على طول. طعم وريحه زي البسطرمه اللي بنشتريها من بره. تعالوا معايا. انا معايا نص كيلو لحمه مفرومه، طبعا الكميه اللي انت عايزاها تعمليها. نص كيلو لحمه مفرومه، طبعا انا جايباه من عند الراجل. مفروم بيبقى خشن، لا احنا هننعمه خالص زي ما انتوا شايفين كده. والبهارات بتاعته هتبقى معلقة كبيرة من الحلبة المطحونة، الحلبة بتاعتنا العادي اللي بنشربها، بس هنطحنها في الكبة. معلقة كبيرة، ورشة من جوز الطيب، ورشة من القرنفل، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة كبيرة من الثوم، ورشة جوز الطيب، ورشة من الكزبرة، ورشة من الكمون، مش اكتر من كده. واعجنهم كويس اوي مع بعض كأني بعجن عجين كده، ومش هحط لون ولا اي حاجة، هتبقى حاجة طبيعية. وبعد كده في الكياس بتاعت التلاجة العادية هتحطي يعني قطعة كده، وهتفرديها. هتفرديها قد الكيس كله زي ما انتوا شايفين كده. حاجة سريعة وريحتها فظيعة قوي، وهتجربوها وتشوفوها برضو. هتحطيها على البيض، هتحطيها على البيتزا، هتحطي على الفول، فول بالبسطرمة. زي ما انتوا شايفين كده، هسويها في الكيس كويس واخليها خفيفة، السمك بيبقى خفيف رفيع. وبتعمل كمية كبيرة، نص كيلو عمل معايا كمية كبيرة. زي ما انتوا شايفين انا حطيتها بعد ما خلصت، حطيت واحدة عشان اوريها لكم. حطيت واحدة في الفريزر، يعني حوالي 5 دقايق بالظبط. وبعد كده دي حتة زبدة في الطاسة. وبعد كده هنزل بالبسطرمة بتاعتي. انا دلوقتي هعمل لكم عملي البسطرمة بالبيض. احنا بعد ما نخلص على طول 5 دقايق بالظبط وبناكل منها. زي ما انتوا شايفين كده ريحتها قلبت الشقة. وبعد كده بنزل بالبيض بكمية البيض اللي انت عايزاها، انا بس بوريكم تجربة. وهرش على الوش شوية فلفل اسود عشان البيض. وبالهنا والشفا، واحلى بسطرمة. عملت معايا كمية كبيرة قوي، والسمك بتاعها اهو. وبعد كده هتحطيها في الفريزر وتسحبي منها. بتاخدي على قد ما هتعملي طبعا انتي، يعني ممكن نص الكيس بيعمل معاكي الطبق اللي انت شايفاه ده.